لا وحكيم مريح دماغه وقاعد في التاكسي بيغني، والمخرج التاني هاري زينة رقص طول الكليب، لدرجة ان ايديها وجعتها تقريبا نسيوا يشيلوها في المونتاج. يلا بينا ندخل الكنترول. نجوم كتير في مصر كانت بدايتهم في الكليبات، واخر واحد هيصدمك. فدي مثلا أميرة فتحي ملاك الرحمة، فاكرها؟ مساء الخير يا نعناع يا حبيبي. انت بوسي، انت ملاك الرحمة. الكلام بيجيب كلام والعسول يعمل حكاية. او دي اللي على اليمين دي زينة، صحيح نسيت اقولك. لسه ناوي عالرحيل. فاكر شنطة سفر بتاعت أنغام؟ عارف بقى مين اللي متصور من بعيد مع أنغام ده؟ بتغفليني وبتصوريني يا بنت الكلب، عايزة تخربي بيتي. تفتكر ملهوش بديل. يا أستاذ طارق، الفانيلا اللي أنت لابسها دي. أنا اسمي خضر بتاع حالك، اسمي ودي مراتي. طب خلاص نخش في اللي بعده، إنما أنتي هتخسري حبي الحقيقي. أيوه هي مش بتهيألك هي. لا وبعيدا عن الهزار بقى والضحك، غادة عادل من الناس اللي ابتدتها من تحت قوي يا جدعان. الكل ولدي تعجبي ولا تستغربي واغسلي وارتاحي من أول فوق رأسه. هشوف جرح مين هيعيد وجرح مين هينام. جيل العظماء، جيل التسعينات، اغلبيتهم هيبقوا عارفين مين البنوته الحلوه اللي لابسه نضاره دي. جيل الجينزي ممكن هو اللي اتلخبط. علشان حضرتك تطلقي او تتخلعي يبقى مفيش غير سبب واحد قوي، انك تقولي انه ما بيعرفش. بس هو بيعرف. طب بالمره بقى، التانية دي داليا البحيري، ودي برضو داليا البحيري. وبقولك ايه مش بعيش هوا نبتدي ولا ينتهي. وبقولك ايه مش بعيش هوا نبتدي ولا ينتهي. وغيرهم كتير، ايناس النجار في يا ترى، يا حبيبي عمرنا عمال بيجري. وامير كرارة مع سميرة سعيد في روحي ومحبوبي، والفرح مش ليا. وعم العالم مع أصالة في لما جت عينك في عين.